13 يعيش أسوأ فترة لي في هذه الفترة في بداية الموسم، بداية ولا أسوأ لبيتر شتوجر. انطلاقة ومحاولة من جانب فريق شالك تغيير اتجاه اللعب بتمريرة هناك على الجانب الأيسر، بحث عن كرة عرضية أم تسديدة. هذه التسديدة وهورني التعادل بأربع أهداف لأربع أهداف. أي عودة لهذا الفريق وادي أمامنا المهارة من جانب اللاعب أمين حارس، مهاري جدا هذا اللاعب المغربي أمين حارس. مستقبل واعد بكل تأكيد لهذا النجم العربي أمين حارس صاحب 20 عام، لاعب فريق نانت. تمريرة في الأمام ومحاولة مرور من جانب اللاعب أمين حارس، يلعب كرة في العمق يا ولد، جول مش ممكن في العارضة، مش ممكن على هذه الفرصة يا برج شتالر. أمين حارس لعب له كرة روعة التمريرة من أمين حارس، وبرج شتالر فعل كل شيء في هذه اللعبة. فرصة افتتاح التسجيل في هذه المباراة في هذه اللحظات. هذه أمين ماكينة لا تهدأ هذا اللاعب أمين حارس، يمد المهاجمين بالعديد من الكرات الرائعة جدا. أمين يا ولد يا ولد يا أمين يا ولد على المتعة والمهارة من أمين، يلعب كرة بالعرض يا ولد. فاصل مهاري من جانب هذا النجم الصاعد الواعد في كرة القدم الألمانية أمين حارس. فولفسبورغ في ختام مباريات هذه الجولة، هذه الفاصل المهاري من جانب اللاعب أمين حارس يا ولد يا ولد. وبرج شتالر فعل كل شيء لكن شال الكرة أكثر من اللازم برج شتالر، وبالتالي جاءت في العارضة مرت إلى ركلة مرمى. هذه أمين حارس لا يهدأ في بداية هذه المباراة. أمين حارس يقدم بالفعل مردود رائع جدا، وهذه الفرصة مرة أخرى اللي ارتدت من العارضة من جانب اللاعب برج شتالر. يلعب كرة في الأمام، يسند على طول برج شتالر مع اللاعب بريل مبولو. هذه السرعة والمهارة أيضا والفنيات العالية جدا من جانب اللاعب بريل، يلعب على طول بريل، هات وخد كرة خطيرة تمريرة فرصة جول 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 لأمين حارس. أمين حارس يسجل ثاني أهدافه في البوندسليغا. أمين حارس الذي سجل في المباراة الماضية في ديربي الرور يعود ويسجل في هذه المباراة الآن في مرمى فريق FC كولن. هذه الحسرة واضحة على وجه المدير الفني بيتر شتوجر. اختراق رائع، وادي الحل يأتي من جانب اللاعب المهاري بريل مبولو. هات وخد في منتهى الروعة ما بين الثنائي برج شتالر وبريل مبولو، والكرة العرضية تأتي من جانب صاحب الهدف الأول وأمين حارس، يمر من بسيك وبوجه القدم اليمنى الخارجية يضع الكرة في مرمى فريق FC كولن ليعلن عن تقدم الأزرق الملكي من جديد في هذه المباراة. هذه الهات والخد واللعب الرائع جدا ما بين الثنائي طبعا بريل مبولو واللاعب برج شتالر وأمين بمنتهى الروعة والإبداع يسجل ثاني أهدافه في البوندسليغا الآن. أمين حارس كان أمينا في هذه المباراة ووضع فريقه في المقدمة من جديد. أمين حارس بعد ما سجل في ديربي الرور ويسجل في هذه المباراة مباراتين وهدفين لأمين حارس. أي روعة يا أمين.